من سنة جات لي كلاين حقيقي للأسف مش بتحب رمضان، مش عشان بتجوع أو بتقلل كافيين وسبب غير كده خالص. كان للأسف رمضان بالنسبة لها سحلة ووحلة، مش عبادات بتستمتع بيها. عيلة كبيرة، عزومات كتير، جوز اجتماعي، أصحابه كتير، لدرجة إن دايما بيبقى فيه عزومات فجائية. ده غير إنه بيتأخر في الشغل فمفيش حد بيساعدها حتى في الشوبينج بتاع طلبات العزومة. بالتالي حتى لما كانت بتحاول تصلي تراويح أو تمارس عبادتها كانت بتبقى تقيلة عليها جدا لأنها مرهقة ومستنزفة. سألتها ببساطة هل قلتي له اللي بيحصل ده؟ قالت لي لا طبعا، ده هيزعل جدا، خاصة إنه بيبقى فخور إني أكلي حلو. عدت سؤالي عليها مرة تانية، هل جربتي تقولي له أو تلمحي له وزعل؟ سكتت، ردت وقالت إنها ما حاولتش حتى تجرب. ولما اشتغلنا على إنها تتدرب إنها تعرف تقول لا وتحدد أولوياتها، اتكلمت مع جوزها وكانت المفاجأة إنه اتصدم. هو كان فاكرها بتتبسط زيه بالظبط واستغرب إنها ولا مرة اعترضت. واتفقوا على الأيام اللي هيتعمل فيها العزومات في باقي رمضان، وساعدها كمان في إن هم يجيبوا المشتريات بتاعة العزومات من قبلها وما بقاش في عزومات فجائية. فخليكي فاكرة إن الناس مش دايما قصده تظلمك أو تضايقك أو تتجاهلك. الناس بتتعامل على أساس اللي انت موضحاه، على أساس حدودك اللي مسؤوليتك انت توضحيها، ومش مسؤوليتهم خالص إن هم يخمنوها لوحدهم. فبطلي تتوقعي يعرفوا لوحدهم، وما تظلميش نفسك، وعبري عن اللي انت حاسة بيه أو وضحي حدودك وإمكانياتك وطاقتك كويس قوي. وما تنسيش تتابعي، عشان هنا هنبني سوا الشخصية أو النسخة اللي قادرة تخلق الحياة اللي طول عمرك بتتمنيها، مش اللي بتتفرض عليكي. وبس خلاص.